السلام عليكم. خسارة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. الخسارة دي يا أخواننا عندها علاقة بالخسارة ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية. في أسباب مشتركة ما بين الخسارتين، وفي نقطة أنا بعتقد إنه السبب الرئيسي، إما إنه تشابي ألونسو قاعد يتفلسف فلسفة زيادة عن اللزوم في المباريات الكبيرة لريال مدريد، أو إنه رئيس النادي بيريز قاعد يتدخل في التشكيلة الأساسية للفريق، لأنه الخرمجة اللي قاعد تحصل في المباريات الكبيرة دي ما خرمجة طبيعية. نمشي لمباراة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية. قبل مباراة باريس ريال مدريد كان لعب مباريات كويسة جدا وحقق نتائج إيجابية، ولعيبته كان ظهر بشكل مميز جدا. كان عنده لاعب اتألق في البطولة دي بشكل خاص اللي هو غونزالو غارسيا، كان هداف الفريق في الفترة اللي قبل مباراة باريس سان جيرمان. لما جينا لمباراة باريس سان جيرمان اتفاجأنا انه اللاعب ده قاعد في الاحتياط لصالح منو؟ لصالح كيليان امبابي العائد من الإصابة، والفتى المدلل الأول لفلورنتينو بيريز رئيس النادي. النتيجة كانت انهيار ريال مدريد وخسارته برباعية. نجي لمباراة أتلتيكو مدريد. ريال مدريد قبل مباراة أتلتيكو في الدوري الإسباني كان محقق العلامة الكاملة في 6 مباريات، ومستواه كان متطور من مباراة لأخرى، رغم إنه كان بطيء لكن كان متحسن. كان عنده فرانكو ماستانتونو بيقدم في أفضل مستوياته، يعني نفس غونزالو غارسيا. قبل مباراة أتلتيكو كان سجل في ليفانتي وقدم أفضل أداء له. تفاجأنا إنه في مباراة أتلتيكو قاعد في الاحتياط لصالح منه؟ لصالح جود بيلينغهام العائد من الإصابة، والفتى المدلل الثاني لفلورنتينو بيريز رئيس النادي. الشغل ده ما شغل طبيعي. إذا بقى إنه تشابي ألونسو قاعد يتفلسف فدي مشكلة، وإذا بقى إنه رئيس النادي بيتدخل في التشكيلة الأساسية للفريق فدي المشكلة الأكبر. فده يبقى إنه المدرب ما عنده الشخصية اللي بتخليه إنه يكون قائد لريال مدريد في الفترة الجاية، لأنه ممكن أنت في المباريات المهمة بتخرمج الخرمجة دي. اخواننا لاعب كرة القدم ده لما يتألق في مباراة بيكون منتظر المباراة الجاية بفارق الصبر. الناس اللي بيلعبوا كورة بيعرفوا الكلام ده. يعني شنو انك تسجل هدف في المباراة وتكون منتظر المباراة الجاية عشان تلعبها؟ اقسم بالله بتحسب الدقائق والساعات. انت لما تكون منتظر وتجي المباراة تلقى نفسك قاعد في الاحتياط، شعورك حيكون شنو؟ مشاعرك حتتدمر، حترجع للمربع الاول اللي بديت تتألق منه. والحاجة دي حصلت مع جونزالو غارسيا، شفناه بعد كأس العالم بعد مباراة باريس اختفى تماما، لانه رجع للمربع الاول اللي بدا منه. ونفس الامر ده حيحصل مع فرانكو ماستانتوني، لانه كان مفترض انه المباراه دي يلعب اساسي، وكان مخطط كده لقى نفسه قاعد بديل. فاكيد انه من الصعب جدا انه يرجع يبدا من المكان اللي توقف فيه، حيرجع للمربع الاول اللي بدا منه.